السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في درس جديد من دروس المستوى الثالث لمكون الرياضيات. هذا الدرس هو أسبوع التقويم والدعم والتوليف، هو عبارة عن تمارين وأنشطة داعمة لدروس الوحدة الأولى. التمرين الأول: أحيط الكتابة الرقمية المناسبة لكل كتابة حرفية. لدي أعداد مكتوبة بالحروف، سأبحث عن ما يوافقها بالأرقام وأحيطها. العدد الأول 101، العدد الثاني 330، ثم العدد الأخير 444. العدد الأول 101، العدد الذي يوافقه بالأرقام هو هذا العدد، 1 مئات و1 وحدات. ثم العدد الثاني 330، العدد الذي يوافقه هذا العدد 300 و3 عشرات. ثم 444 الذي يوافقه هو هذا العدد، 4 وحدات، 4 عشرات، ثم 4 مئات. التمرين الثاني: ما قيمة الرقم الأحمر في كل من الأعداد؟ إذن هنا مثلا لدي في هذا المثال 503، إذن 5 يحتل مرتبة المئات، إذن 500. إذن كتبنا هنا 500 أي 500. كما فعلنا في هذا المثال سنفعل في الأعداد الموالية. لدي 974، 128، 816، 708، 340. إذن العدد الموالي 974، إذن 7 توجد في مرتبة العشرات أي 7 عشرات أي 70. ثم 128، الثمانية توجد في الوحدات، إذن سنكتب 8. ثم 8 هنا في هذا العدد 816 توجد في المئات، إذن 800 أي 800. ثم هنا 0 عشرات أي 0، ثم هنا 0 وحدات أي 0. التمرين الثالث: أرتب أثمان الملابس من الأرخص إلى الأغلى من 1 إلى 6. إذا لدي ملابس، كل لباس وثمنه. مثلا هذا اللباس الأخضر ثمنه 175 درهم، ثم السروال ثمنه 225، ثم 85 درهم، ثم 890 درهم، ثم 295 درهم، ثم 150 درهما. إذن سنرتب أثمان هذه الملابس من الأرخص إلى الأعلى، أي سنرتب هذا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر بوضع الأرقام من 1 إلى 6. إذن لمقارنة هذه الأعداد، لدي هذا العدد مكون من 3 أرقام، 3 أرقام، رقمان، 3 أرقام، 3 أرقام، 3 أرقام. العدد الأصغر هو الذي يتكون من رقمان، إذن 85 هو العدد الأصغر. إذن هنا سنضع رقم 1،
ثم سنقارن بعد ذلك الأعداد المكونة من 3 أرقام. نبدأ المقارنة من اليسار. هنا لدي 1 2 ثم 8 2 1. إذن هذا لديه 1 هو الأصغر وهذا 1. إذن نقارن العدد الذي يليه. هنا 7 وهنا 5. إذن 5 أصغر من 7. إذن هذا العدد هو الذي سنضع رقم 2. ثم هذا رقم 3. إذا ننتقل هنا 2 2 8. إذا 2 2 ننتقل إلى العدد الذي يليه 9 2 2 أصغر من 9. إذا هذا العدد سنضع رقم 4. ثم هذا 5. ثم يبقى العدد الأكبر هو 890 رقم 6. التمرين الرابع. ألاحظ المثال وأتممه. إذن لدي معداد به مجموعة من الأقراص. إلا في خانة الوحدات ليس لدي قرص. في خانة العشرات لدي 4. ثم المئات لدي 2. إذن 0 4 2. إذن 2 مئات أي 200 زائد 4 عشرات هي 40. 0 وحدات 0. إذن 200 زائد 40 تساوي 240. نكتبها بالحروف. كما أنجزنا هذا المثال سننجز المثالين المتبقيين. إذن في المثال الثاني لدي في خانة الوحدات لدي 2 وحدات. ثم في خانة العشرات لدي 7 عشرات. 1 2 3 4 5 6 7. في خانة المئات لدي 1 2 3 4 5 6. إذن 6 مئات. 600 أي 600 زائد 7 عشرات أي 70 زائد 2. إذن 600 زائد 70 زائد 2 تساوي 672. سنكتبها بالحروف. 672. ثم هنا لدي 603. 600 زائد 3. 603 أي 600 زائد 3. 600 أي 600. العشرات 0. إذن سنمثل 600 1 2 3 4 5 6. في العشرات ليس لدي عشرات سنضع 0. في العشرات لن نمثل أي شيء في العمود في عمود المعداد الموافق للعشرات. ثم الوحدات لدي 3. إذن سنمثلها في المعداد 1 2 3. Exercice 5. Je calcule sans poser l'opération. Je vais calculer sans poser ou sans effectuer les opérations. J'ai 59 fois 10 égale 8 fois 100 égale 87 fois 10 égale. Alors j'ai 59 fois 10. Alors j'écris 59 et j'ajoute le 0 de 10. Alors j'obtiens 590. Alors 59 fois 10 égale 590. 8 fois 100 égale. J'écris 8 et j'ajoute les deux zéros de 100. Alors 8 fois 100 égale 800. La dernière, j'ai 87 fois 10. J'écris 87 et j'ajoute le 0. Alors 87 fois
10 égale 870. التمرين السادس: أجد الأرقام الناقصة في العمليات التالية. لدي عمليتين، عملية الضرب ثم عملية الطرح، لكن هذه العمليات ينقصها أرقام. إذا سنبحث عن الأرقام الناقصة لكي تكون العمليتين كلاهما صحيحتين. إذا نبدأ بالعملية الأولى. لدي 4 في 3 تساوي 12. أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. ثم 3 في ماذا زائد الواحد تساوي 7. 3 في 2. 3 في 2 تساوي 6 زائد واحد 7. ثم 3 في واحد تساوي 3. ننتقل إلى العملية الموالية. 0 ناقص 9 لا يمكن. أسلف أو أحتفظ بواحد وأرجع الاحتفاظ. 10 ناقص 9 تساوي 1. ثم عدد ناقص 7 تساوي 6. إذن هو العدد 13. 13 ناقص 7 تساوي 6. إذا احتفظت هنا، سأرجع الاحتفاظ. 7 ناقص 1 تساوي 6. Exercice 7, je pose et j'effectue. Alors j'ai deux opérations, une opération d'addition et une opération de multiplication. Alors je pose et j'effectue les deux opérations. Je commence par la première opération. J'ai 304 plus 297. Alors 4 plus 7 égale 11. J'écris 1 et je retiens 1. 1 plus 0 égale 1. 1 plus 9 égale 10. J'écris 0 et je retiens 1. 3 plus 1, 4, plus 2 égale 6. Alors 304 plus 297 égale 601. La deuxième opération, j'ai 98 fois 9 égale 9 fois 8 égale 72. J'écris 2 et je retiens 7. 9 fois 9 égale 81. Plus 7 égale 88. Alors 98 fois 9 égale 882. التمرين الثامن: أحسب عدد القرميد الأحمر. ألون بطاقة العملية المناسبة وأحيط العدد الصحيح. لدي هنا قرميد، إذن سنحسب هذا القرميد. ما هي العملية التي تمكنني من حساب عدد القرميد؟ هل هي 8 في 6 أم 48 زائد 8 أم 8 في 6 ناقص 8؟ وهل تساوي عدد القرميد، هل يساوي 40 أم 48 أم 56؟ بعد أن نختار العملية المناسبة التي سننجزها، سننجز العمليات ونحدد عدد القرميد بإحاطة العدد الصحيح، هل هو 40 أم 48 أم 56؟ إذن هنا لدي القرميد على شكل صفوف، لكن بعض القرميدات هنا ناقصة. إذن لو كانت لدي كل هذه
كل هذا الشكل لدي قرميد وليس لدي قرميدات هنا ناقصة. ماذا سأفعل؟ دي 1 2 3 4 5 6. إذن صفوف كل صف به 6 قرميدات. كم عدد الصفوف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن 8 صفوف كل صف فيه 6 قرميدات، أي 8 في 6. لكن هناك قرميدات ناقصة. ما هو عددها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن 8 قرميدات ناقصة. إذن 8 في 6 أنقص منها 8. إذن العملية الصحيحة هي 8 في 6 ناقص 8. إذن 8 في 6 تساوي 48 ناقص 8 تساوي 40. إذن عدد القرميد الأحمر هو 40 قرميدة. التمرين 10. أحدد كل مستقيمين متوازيين بوضع علامة في. إذن سنحدد أي هذه الأشكال يمثل مستقيمين متوازيين. إذا نبدأ بهذين الشكلين. هذين المستقيمين غير متوازيين. لماذا؟ لأن هذه المسافة هنا ليست المسافة هنا. إذا مددنا هذين المستقيمين فسوف يتقاطعان. ثم هذين المستقيمين هما متعامدين وليس متوازيين لأن بينهما زاوية قائمة. بينما هذين المستقيمين يعامدان نفس المستقيم المتقطع بالأحمر. إذن هذا المستقيم يعامد المستقيم الأحمر، وهذا المستقيم كذلك يعامد المستقيم الأحمر. إذن هما يعامدان نفس المستقيم. إذن هذان المستقيمان فهما متوازيان. سنضع علامة في تحتهما. Exercice 11. Je trace la droite K parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer une droite qui s'appelle droite K. Droite K qui est parallèle à droite D et il passe par la point A. Alors, je pose mon équerre sur la droite D et je pose la règle pour que soit le bord de l'équerre sur la règle. Et je glisse l'équerre quand le deuxième bord passe par la point A. Alors, je dessine la première partie du droite K. J'enlève l'équerre et la règle. Je prends ma règle et j'élargis la droite K par le côté et le deuxième côté. Alors j'ai obtenu une droite K qui est parallèle à la droite D et qui passe par la point A. التمرين 12. يحمل فلاح 125 رمانة. في الطريق إلى السوق باع 36 رمانة بثمن 170 درهم، بينما باع الباقي في السوق بثمن 5 دراهم للرمانة الواحدة. أحدد العملية المناسبة لحساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق. هل هو 125 زائد 36 أو 125 ناقص 36 أو 125 زائد 170؟
ثم باء أحدد العملية المناسبة لحساب المبلغ الذي حصل عليه الفلاح من خلال بيع الرمانات الباقية في السوق. هل 36 في 5 أم 125 في 5 أم 125 ناقص 36 في 5؟ إذن هذا الفلاح حمل رمانات إلى السوق، حمل 125 رمانة إلى السوق، لكن في الطريق باع منها 36 رمانة بثمن 170 درهما، وباع الباقي في السوق بثمن 5 دراهم للرمانة الواحدة. إذا سنحدد في الأول في باء العملية التي تمكننا من حساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح في السوق، ثم في باء المبلغ الذي باع به الرمانات في السوق. إذا لحساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق، إذا كان يحمل 125 رمانة وباع 36 رمانة، أي 125 ناقص 36. إذا العملية الصحيحة التي تمكنني من حساب عدد الرمانات التي أوصلها الفلاح إلى السوق هي 125 ناقص 36. ثم العملية التي تمكنني من حساب المبلغ الذي حصل عليه الفلاح من خلال بيع الرمانات الباقية 125 ناقص 36، أي عدد الرمانات التي أوصلها إلى السوق في 5 الذي يمثل عدد ثمن الرمانة الواحدة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.